السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على كل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند البط، والخلطة دي يا جماعة اللي أنا عاملاها معاكم نزلتها على القناة. نزلها على القناة التانية. احنا الفيديو ده إن شاء الله ينزل لكم على القناة الجديدة، هيبقى أول فيديو على القناة الجديدة إن شاء الله بأمر الله. يعني الفيديو ده ان شاء الله ينزل لكم النهارده الثلاث على القناه الجديده ان شاء الله بامر الله. طبعا احنا معانا البط المسكوف الار 41 ومعانا البط البيور اهو الفرنساوي بسم الله ما شاء الله، فرق كتير اهو بسم الله ما شاء الله البطه يا جماعه. والبطتين اللي هم كانوا مكتفين واحده فكت خالص، يعني الحمد لله. اللي قدام ده يا جماعه فكت خالص اهي، واللي جنبها يعني اهو حاجه بسيطه بس برضه لسه مكتفه. بصوا هما كانوا ثلاثه وانتوا عارفين اللي هم جنب قدام خالص ده اللي هم بصوا يا جماعه، عشان بس البط مخيلني مش كده. الاثنين اللي قدام دول بقوا كويسين اهم، واللي ورا لسه حاجه بسيطه. فالحمد لله يعني الدنيا كويسه عن الاول بكتير بجد يعني. بط المسكوفي بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. وطبعا الخلطه زي ما قلت لكم انا عاملاها معاكم قبل كده ومنزلاها على القناه القديمه. ماشي، احنا هننزل بس الفيديو يا جماعه دي على القناه الجديده، نشغل القناه بحيث الناس اللي داخله تشترك ما تخشش تلاقي القناه فاضيه ما فيهاش يعني فيديوهات. اللي تخش تشترك تلاقي القناه فيها فيديو حتى او فيديوهين كل يومين كده تتفرج عليه، ما تشتركش وتلاقي القناه فاضيه. طبعا زي ما انتم عارفين انا حاطه لهم تبن هنا بيجوا ياكلوا هنا ويشربوا هنا. وطبعا الميه بعيده اهي، يعني الميه بعدها عن الاكل خالص ملهاش علاقه. والشمس اهي جميله، عايزه اقول لكم الشمس عامل اساسي وكالسيوم طبيعي للبط. الفراخ البلدي ممتازه جدا يا جماعه. الشمس يعني البط او الفراخ البلدي للناس اللي عندها بط او فراخ بلدي خلي الشمس تشوفه، لان الشمس عامل اساسي للكالسيوم. الشمس كالسيوم طبيعي للفراخ البلدي للبط لاي نوع بط عندي. بصوا البط البيور، بط البيور ده سبحان الله لما بيفلح برضه بيبقى ممتاز جدا. هو عنده مناعه يا جماعه، عنده مناعه وبيستحمى وبيغرق نفسه ميه غير المسكوفي. المسكوفي مناعته زيها زي الفراخ البيضاء. يعني عايزه اقول لكم المسكوفي مناعته زيها زي مناعه الفراخ البيضاء، ما عندوش مناعه. المسكوفي الار 41 ده ما عندوش مناعه، فاي شويه حر بيروح بيموت، اي شويه برد بيتكسح وبيتعب برضه ممكن يموت. فبصراحه ربنا تربيته صعب. بس عايزه اقول لكم قلت لكم قبل كده لما بيفلح وما يعني تهتمي بيه ويفلح معاكي يا سلام بقى. ولا اي بط خدي منه بقى وزن وطعم. خدي من البط المسكوفي ده وزن وطعم في نفس الوقت بسم الله ما شاء الله. بيبقى بصوا بقى حاجه كده عسل، وزنه بيبقى تقيل جدا والطعم بيبقى ممتاز جدا جدا جدا. البط المسكوفي ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله. طبعا الميه انا كنت حاطه لهم من ساعتين الميه، والبط الحمد لله كويس اهو. صلوا على الرسول بقى وتعالوا نشوف الفراخ البلدي اخبارها ايه واقول لكم انا عملت ايه بالفراخ البلدي. هنا بقى الفراخ البلدي ايه، عايزه اقول لكم مخلصين الميه نغير الميه. بس بصوا العلف، لان انا كنت حاطه لهم الصبح علف وشيشه وذره وحاجه يعني بتاع دي علف وشيشه اللهم صل على النبي وعيش وصدف. ودي الخلطه برده يا جماعه كويسه برده للايه الفراخ البلدي. الفراخ البلدي بقى اللهم صل على سيدنا محمد نعملهم بس عندنا شويه بواقي كنت جايبه كرومبه اهي. وطبعا مش كرومبه بس، في بواقي اكل برده، في بواقي اكل تحت يا جماعه برده بصوا في بواقي اكل برده اهي مش كرومبه بس اهي. رغم ان هم عندهم العلف وعندهم الاكل، هم اصلا عندهم العلف اصلا وعندهم الاكل، بس برده بواقي مطبخ عندك حطيها ما تستخسريش، بياكلوا اي حاجه. بصوا بقى دي الفراخ البلدي اهي. هم على فكره لو حد لاحظ هيلاقوا في 10 فراخ كده ببلدي بياضه من اللي بيبيضوا عندي ناقصين. في 10 فراخ انا بعتهم يا جماعه، ما حدش غريب خدهم، حد تبعنا من العيله يعني خدوا 10 فراخ مني. طب انت بعتيهم على كام يا ام مصطفى؟ بعت الكيلو في الفراخ البياض على 80 جنيه. انا هم 10 كفايه، لان بصراحه يا جماعه هم بصوا بقى يعني عايزه اقول لكم يعني بياكلوا، مش بقول لكم ما بياكلوش، لا بياكلوا وانا مش ملاحقه عليهم بصراحه الاكل. وفي فراخ يعني مش في البيض قطعه بيض، يعني في فراخ قطعه بيض. يعني ممكن كنت الاول باخد مثلا من ال 14 فرخه 10 بيضات 11 بيضه، بقيت اخد بيضتين 3. فلقيت ان انا باكل على الفاضي. طول ما الفراخ قطعت بيض وبتاكلي على الفاضي الجو بيسقع، فراخ ما بتبقى استقرش معاكي في البيت كل يوم، لان البرد طبعا بيأثر يا جماعه على الفراخ برضه.
فانا قلت استفاد بفلوسهم واجيب بهم علف للفراخ التانيه، البيضه او البط المسكوفي او البط البيور اللي عندي. هم واقفين بياكلوا على الفاضي وهم ما بيدونوش بيض. المهم اتبقى من ال 14 فرخه بعت 10، اتبقى 4 فراخ. الاربع فراخ دول كل يوم اطلع، يعني مثلا العصر اهو بطلع. بصوا انا بصور معاكم صدفه والله. بصوا العيون فاضيه تحتها، العيون فاضيه، مفيش الا هي بيضه واحده اللي قدامكم بيضه. يعني الاربع فراخ بيدوني بيضه واحده كل يوم، وساعات ما بيدونيش حاجه، ويوم اما يدوني بقى كل يومين 3 كده يدوني بيضتين. يعني الاربع فراخ اللي انا سبتهم بيدوني بيضه كل يوم او بيضتين، برضه بياكلوا على الفاضي. فان شاء الله في ناس برضه طالبه مني فراخ شامورت اللي هي الصغيره اللي هم عندي العشرة. طبعا انتوا عارفين انا عندي 10 ديوك و10 فراخ شامورت. طبعا انا ذبحت من الديوك 3، فاضل 7 ديوك. طبعا الديوك دي تبعنا مش هنبيعها، هناكلها. ففي 10 فراخ شامورت. فان شاء الله الفرخه توصل كيلو ونص، وان شاء الله نبيع الفراخ البلدي دي يا جماعه، لانها هي بتعباني ومهمداني. وعايزه اقول لكم بجد بتاكل اكل، بس هي مش وحشه. مش معنى ان انا بقول كلامي ده ان هي وحشه، لا مش وحشه، مفيش حاجه وحشه، مفيش حاجه وحشه، بس هي الظروف اللي بقى عملت كده. الحمد لله انا مش بصراحه مش ملاحقه. الفراخ البيضاء بتاكل وكل يوم يعني بسم الله ما شاء الله بياكلوا يا جماعه. ويعني عايزين كل 5 ايام شجره علف. فراخ البيضه 50 فرخ ما شاء الله ولا قوه الا بالله، عايزين كل 5 ايام شجره علف. وطبعا البط المسكوفي برضو بياكل. عامله خلطه معاكم قريب الشكار، يعني شكاره ونص دلوقتي فاضي، ما فيش الا نص شكاره. فانا مش ملاحقه. فلا لو اللي انا بقى ايه فراخ قطعه مثلا او اللي انا مش محتاجاه اوفر لحاجه احسن. يعني الديوك انا كده كده هسيبهم ال7 ديوك، لكن الفراخ مش مهم الفراخ. حد يقول لي طب البيض يا ام مصطفى؟ والله هو خير في البيت، هو خير في البيت. انا بس يعني مش يعني اعزني ما عنديش. انا مش انا اللي انا لو هبيعهم عشان والله الظروف يا جماعه، مش اكتر ولا اقل. لكن فراخ البلدي خير في البيت ورزق في البيت وبركه في البيت، وبتلاقي ديك تذبحيه، بتلاقي بيضه تجيبيها، مش وحشين، حاجه مش وحشه. فالشامورت هبيع، الناس هياخدوا الشامورت مني على 95 جنيه او 100 جنيه، لسه ما اتفقناش. بس بقى اما جوزن لو لقيت الفرخه كيلو ونص هبيعها. فرخ لو كيلو ونص اللي هي الشامورت هبيعها. والاربع فراخ التانيين اللي هم البياض هبيعهم لوحدهم ضمن بسعر تاني. هم 4 اللي موجودين. لكن الديوك زي ما قلت لكم انا هسيبها. مش معنى كلامي ان الفراخ البلدي وحشه، لا يا جماعه، ده ممتازه جدا، ممتازه جدا جدا جدا، وكويسه في انتاج البيض. بس بقى إيه الحمد لله، الحمد لله كله خير، والحمد لله على اللي يجيبه ربنا. ماشي. حبيت برضو اقول لكم على اللي عندي وعلى اللي بعته وعلى اللي هعمله عشان تبقوا عارفين. لان في ناس ما بتخشش تسمع الفيديوهات. ممكن ابيع في يوم تقول لي الفراخ البلدي فين، هي الديوك البلدي فين، الفراخ البياضه فين. في ناس بتسال يا جماعه اصلا ما بتسمعش الفيديو. يعني في ناس ممكن تسال وما تسمعش الكلام اللي انا قلته ده، ونرجع نعيد ونزيده تاني. ماشي. فالله اعلم هم محطوطين برضو. لما اجوز لو لقيت الفرخه اللي هي الشمر كيلو ونص خلاص كده هبيعهم. انا لسه والله ما وزنتش. لكن البياض الفرخه 2 كيلو. يعني انا وزن الفراخ البياض عندي بقى لها 10 شهور ولا 11 شهر. الفرخه 2 كيلو، 2 كيلو فرخه البياض 2 كيلو، لانها طبعا دي عمرها كبير. لكن الشمورت لسه 3 شهور ونص، او يعني 15 واحد هيتم 4 شهور. يعني 15 واحد اللي احنا فيه ده هيتم 4 شهور. لو في خلال ال4 شهور دول الواحده جت كيلو ونص يبقى حلو قوي. لان دي شمورت طبعا بتبقى اغلى يا جماعه من الفراخ البياض. ماشي. يلا حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. واللي ما اشتركش في القناه الجديده شرفني اشتراكه. يبقى جزاكم الله كل خير. ربنا يفك كربنا وكربكم، كرب كل مكروب. اللهم امين يا رب، بحق حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.